أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام على جريدة سيف الأمة. احنا الآن على موعد مع موهبة الشعر العربي باللهجة العامية من أبناء مدينة المحلة الكبرى مستر محمود زكريا. تعالوا خلونا نتعرف عليه ويقول لنا أشعاره. ازاي حضرتك؟ لا حضرتك. ممكن تعرف بيه؟ أنا محمود زكريا، 34 سنة، شغال مدرس. تمام، أهلا وسهلا بيك يا مستر. انت وريتني بعض أشعارك، ماشي، بصراحة هي جميلة جدا. والله يسلم ذوقك يعني. فعايزين بقى نعرف منك، انت بدأت موهبة الشعر دي من امتى الأول؟ بادئها من الإعدادي تقريبا، من أولى أو تانية إعدادي، حاجة زي كده. ما شاء الله، يعني انت بقالك باع اصلا في بقالي كتير الموضوع. كتير. الموضوع تمام. الأول كنت بكتب حاجات بسيطة كده زي عك، اه، وبعد كده بدأنا نظبط الدنيا يعني واحدة واحدة. اكيد ده العادي، اصلا الموضوع بيتطور مع الوقت. أيوة طبعا. كل الأجندة دي أشعار. كلها تقريبا من أولها لآخرها. ما شاء الله. طيب عايزين بقى نسمع من حضرتك حاجة. طيب، هو آخر حاجة كنت كاتبها كانت اسمها أعراض أمل. بتقول: شغلاني ودي حاجة بجد مضايقاني، وعينيها الجنة مضيفاني، بترحب بالضحكة الحلوة، وسكوتها رنين يشبه غنوة، وبعدها بحور عايز بحار، الموج يهدى ويهيج قلبي، والعوم يصعب وقت الإعصار، والعقل يقول هشغل قلبك، والقلب يقول أنا قايد نار. الناس شرباني هدوء ورزانة وهيبة وقيمة وسيمة ووقار، واجي عندك تتشل الأفكار، واليوم بقى عايش على حسك، وبعيش أيامي على الهامش، بتونس بيكي وباسمك، وحياتي معاكي بتتعايش، ودفاتري مخطوطة برسمك، بكبر في السن لكن طايش. أنا عمري ما أكون في يوم خصمك، يا ست الحسن القلب غوايش، أهديها عشان تلمس إيدك، تلمع وتنور ببريقك، وأنا واقف محتار في طريقك، مش عارف أبعد، مش عارف. طب أقرب منك، أنا خايف، شغلاني بشكل غريب جدا، مش عارف أبرر أسبابه. إزاي إنسان يبقى في دنيا وإنت لوحدك أهله وأحبابه، وكسوف الشمس بقى بيحصل علشان غطيتي على جنابه، وقمرنا خسوفه بقى طبيعي، ما الضي بقى معاكي وسابه. زي البرق بتظهر تختفي، لو ظهرت قلبي بيكتفي، واستنى لقاها اما بتختفي، مسكون القلب برؤياها، واللي عليا ده قاسي وعفي، وكلامها قليل ملهوش ملكة، وبقول مواويل ردها ضحكة، وطريقها طويل ملهوش سكة، وانا قلبي عويل داب من شكة. زي ما اكون ما بشوفش بنات، بستناها وبعمل حوارات، وهقول 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 وهقول، واما بشوف هعمل مشغول، عشان مش عايز ادوب اكتر، وقصاد عيني ابان اكبر، مش حتة عيل بيهرتل وقصاد عينها اصغر واصغر. ملعون القلب اللي تعبني، متعلق بيها وسايبني، والشوق ملعون عشان جابني ورماني في كورنر انا رافضه، احساس متشعب 100 حته، نيل خارج منه روافده. شوف، شوق مع غيره حب وفكر، مش مالك عزله او رفضه. انا زعلان من قلبي بجد، عشان وصاني ما اروحش لحد، وتاريه غفلني وراح هو، وبعت مرسال واستنى الود. الله يسامح قلبي المتعب، اللي بنيته سنين في البعد، أول ما لمحها بتمسك ورد، بسلامته نهار والسور اتهد. وليكي آخر القول: الراجل لما يحب، يا تكون بعزة نفس يا بلاها من الأول، والقلب عاشق صبابة، والعشق وياكي شكله ما بينول، وإن شفت منك جفا هيكون البعد أحسن، وأكيد هتحول. الله، ما شاء الله عليك. يعني انت شعر غزلي خارج من اعماق القلب بصراحة. ما شاء الله. لا بصراحة برافو، وربنا يوفقك بجد والله يا مستر. طب عايزين نسمع منك بقى حاجة تانية بس مش غزلي، يعني ورينا نوع تاني. طيب نقول فراق عادي ولا؟ يعني من الغزل للفراق على طول. طب نقول إيه؟ طيب مش عارف، هو كتير 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 بس. عادي براحتك، يعني مش مشكلة. طيب بسم الله.
في حاجه اسمها شيزوفرينيا، افتكرت. بس هي يعني معقده شويه لانها شيزوفرينيا، اللي هو بطلع الكبت اللي عند البني ادم تقريبا. ممكن تقول لنا يعني الجزء اللي فيها يعني مهم، تمام، فاهمني؟ ممكن الجزء الاولاني. افضل جزء فيها يعني. تمام، هو الجزء الاولاني تقريبا. تمام. مساحه الكيف، كيف تكون كيف لواحد كل اللي يهمه كم، وازاي هتعيش في عيشه مفيش لها رد الا بلن او لم. انا المعجون في قلب سجون حيطانها شقوق بحزن وهم، وانا اللي كاني زاد سني سنين عني، واتلخبطت معايير كتير، قربت مني وبعدت عني، وبسوء ظني شكيت انا في حسن ظني، ظني انه خني، واللمس عندي اصبح شم، والهمس لمس والسبعه خمس، وبكره امس، والليل جميل بضوء الشمس، والذم مدح والمدح ذم، والوحده فيروس في الدم، والدم لم من كل جزء، والجزء عم، والعم لما، والخال ده اب من دم ام، والام حضن، والحضن ضم، والضم واو، وان قلت واو علق بتم. دي من 2017. من 2017، 18/10/2017. حاسه ان في رساله بين السطور. طبعا اللي هو كل واحد فينا جواه الحلو وجواه الوحش، اللي هو انا بيجي لكل واحد فتره معينه اللي هو مش عارف هو ايه، فبيبقى تايه ما بين انا عايز مين. حتى بسوء ظني شكيت انا في حسن ظني، اللي هو انا ساعات بشك في نفسي في وسط الجو اللي احنا فيه ده عموما. بالظبط. لا ما شاء الله بجد والله، يعني انا قاعده منبهره جدا والله ما شاء الله. طب انت قلت لي قبل ما نبدا ان انت عندك موهبه تانية، تمثيل ومسرح، صح؟ كتابة المسرح والتمثيل. طيب انا عايزه اوضح برضو للجمهور، لو معلش لو انت قلت لي قبل ما نبدا ان الستايل بتاعك دلوقتي ودقنك وكده بخصوص المسرحيه الجديده، كلمنا برضو عن الموضوع ده. في مسرح غزل المحله، في نوادي غزل المحله، يعني في مسرحيه للمخرج هاني يسري قايم بدور عجوز. فالعجوز اللي هو المسرحيه اسمها ظلام. العجوز المفروض ان هو مرمي في الشارع وحياته كلها بقت في الشارع، فبناء عليه لما هدرس الشخصيه لازم العجوز اللي مش هيروق نفسه مثلا، مش هيروح لحلاق، مش هيعمل شعره، فانا سايب شعري ودقني عشان لما الدور يجي تبقى ايه، يبقى الدور لايق يعني. لا انت تعزمنا بقى نيجي نشوف المسرح باذن الله. انا اتشرفت بحضرتك جدا والله يا مستر، ومش عارفه اقول لك يا مستر ولا يا اديب بقى دلوقتي انا محتاره. بس انا ماشي يا مستر محمود، انا سعيده جدا بيك واتشرفت ان انا صورت معاك. وفي بقى طب اخر حاجه، يعني في جديد، يعني في حاجه جديده انت بتكتبها؟ والله في حاجات بسيطه، مش هنقول جديد يعني. في حاجه كتبت منها جزء وتقريبا سبتها، اللي هو بتقول حب تاريخي. قول لنا برضو منها. وعزله بعزله، طب والله ما انا حبك، هبات في الكهف ويا اصحابي وهصدك، وهعلن اني متشيع اكيد ضدك، واني كفرت ولو دعيتيني راح اردك، انا من الخوارج ومرتدك، وهعتزلك في حضن الغربه واكون مرتاح، وهكتب فيك رباعيات واكون خيام ولا صلاح، وههجيكي وهكتم حزني جواكي مع الثوار وصور ضدك، انا الشعب وانا العسكر، وهعلن اني من الاحرار، واقول انا لاحتلالك لا، ولو قلبي يخون هضربه بالنار، وعمري ما هتنكس تاني، وهعبر كل قنواتك وارد الطار، وهرفع علمي جواكي وفي ايدي علامة النصر، انا كان نفسي تبقيلي فلسطيني، ساعتها اكيد هكون لك مصر، واشوفك قبلتي وحرمي، وصليكي في فجر وعصر، صدر فرمان من السلطان كالتالي بنفي الضحكة والكلمة والنظرة اللي حبوكي، وقطع الإيد اللي كانت ناوية تتحالف مع أبوكي، وهعمل صلح ويا قلوب سبوكي، وضحكة جديدة مرسومة، وأقول للناس أنا ابن الثورة ومن الثوار اللي خلعوكي. أنا كان نفسي تبقيلي فلسطيني، ساعتها أكيد هكون لك مصر. بصراحة حرام لو ما تكملش، بأمانة والله يعني، لا بجد حرام لو ده ما يكملش يعني. يا ريت تكملوا ونعمل بقى لقاء تاني بيه مخصوص وهو كامل. حاضر عليا الاثنين. حاضر. ماشي يا مستر، أنا متشكرة جدا لحضرتك، وشرفني التعرف بيك والتصوير مع حضرتك النهاردة جدا، وميرسي جدا. شكرا. الله يخليك. وجودك معايا النهارده. الله يخليك. الله يخليك.